السلام عليكم. لو اول مره ليك في القناه فانا حسن ولسه داخل مجال الجرافيك قريب، وان شاء الله هشارك معاكم رحله التعلم خطوه بخطوه. في فيديو النهارده هنتكلم عن رحله تصميم اللوجو من البدايه، من ساعه ما العميل يبعت البريف لحد السكتش. لو مهتم بالجرافيك وحابب تبدا في المجال فالفيديو ده معمول ليك. ما تنساش تشترك في القناه عشان تتابع الرحله كامله. اول خطوه واهم خطوه هي فهم البريف. في المعتاد العميل بيبعت الوصف اللي في دماغه والقيم اللي محتاج اللوجو يعبر عنها. ممكن يبعت لك الالوان والاسلوب واي تفصيله اضافيه. لازم تقرا البريف بتركيز كبير، لان اي تفصيله بسيطه ممكن تكون هي مفتاح الفكره. في حاجه مهمه جدا، لو في اي حاجه مش واضحه في البريف لازم تسال العميل. ما تخليش حاجه مبهمه لان ده هياثر على الشغل. وده طبعا اللي انا حاولت اتعلمه عن البريف، لكن انا ما جاليش بريف لحد دلوقتي لان انا لسه مبتدئ. بستخدم موقع اسمه بريفنا. الموقع ده بيديك بريف وانت بتشتغل عليه. بصراحه الموقع ده انقذني كتير، لان انا كنت تايه ومش عارف هعمل ايه بعد كده. خلاص انا عرفت شويه حاجات وعايز اتمرن عليها فمش عارف اعمل ايه. فالموقع ده انقذني بصراحه. ونصيحه تانية، حاول ان انت ما تسيبش العميل غير لما تستنزفه في المعلومات. لازم تلم اكتر قدر من المعلومات. والخطوه التانية بقى هندور على الالهام. ممكن ندخل مواقع زي بنترست او بيهانس او ممكن جوجل ونشوف لوجوهات لمجالات متشابهه او بتعبر عن نفس القيم. المرحله الثالثه وهي الخريطه الذهنيه. بعد ما خلصنا البحث بنبدا مرحله العصف الذهني. بنبدا نكتب كل الافكار اللي ممكن تناسب اللوجو، حتى لو فكره شكلها بسيط او مش كامل. كل فكره ليها قيمه في المرحله دي. لازم نطلع باكبر عدد من الافكار. دلوقتي وصلنا للجزء العملي وهو السكتشنج. هنا بقى ببدا احول كل الافكار اللي انا كتبتها لرسومات. الهدف من السكتش مش الكمال، لكن ان اوصل لفكره واضحه اطورها. ارسم اكتر من سكتش لكل فكره، لان انت كل ما ترسم اكتر كل ما الافكار هتكتر، هتبقى اوضح، هتبقى افضل. وبكده نكون خلصنا اول جزء من رحله تصميم اللوجو، اللي هي من البريف للسكتش. والمرحله الجايه هي ان احنا نحول السكتش لرسم ديجيتال، وان شاء الله هحاول انها تبقى الفيديو الجاي. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان نتعلم مع بعض المجال، وان شاء الله مجالات تانية. وكمان شاركني في التعليقات لو عندك اي تجربه في مرحله من المراحل دي. سلام عليكم.